السلام عليكم. اليوم بسوي معكم مكرونة بالبشاميل. أول حاجة نحط الزيت، ثوم، وقلب. أول ما تطلع ريحة الثوم بحط كوب عصير طماطم، ملعقتين معجون طماطم، وقلبهم. حلين بحط البهارات، أوريجانو، ملح، فلفل أسود، كمون اختياري، وقلب وخلي الصوص يتسبك بهذه الطريقة. حلين بحط المكرونة المسلوقة، تقدر تستبدل بأي نوع مكرونة موجودة عندكم، وقلب بهذه الطريقة، وبكذا تكون مكرونتنا جاهزة. حاليا بعمل البشاميل ربع اصبع زبدة، بس تذوب معانا الزبدة احط عليها ربع كوب دقيق، وقلب. بس يحمص معايا الدقيق احط حليب سائل مع التقليب المستمر. مجرد ما يسخن الحليب احط ربع كوب كريمة، فلفل اسود، ملح، ورق غار، وقلب على نار هادئة لين ما يثقل معايا الخليط بهذه الطريقة. حاليا في صينية بحط شوية بشاميل، واحط المكرونة، واكرر الطريقة مع شوية بشاميل بنفس الطريقة. واخر شيء بغطي بالبشاميل، واحط الجبن، واخذ على الفرن. وبس كذا، وعليكم بألف عافية.